اهلا بيكم في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم كرات الدوناتس الروعة. شايفين شكلها هشة ازاي، ومعاها الصوص التحفة ده. هناكلها وناكل صوابعنا وراها. شايفين شكلها حلو ازاي، ما شاء الله. طعمها تحفة غير الدوناتس بقى اللي بنعملها دي العادية. جربوا دي هتعجبكم قوي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. هنعمل الكرات الحلوة دي بطريقة سهلة جدا، خطوة بخطوة، اي حد يقدر يعملها. اول حاجة هنحتاج معلقتين كبار من المية، معاهم معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونقلبهم مع بعض. نحاول ندوب الخميرة كده. في العجان بقى هنحط 4 كوبايات ونص من الدقيق، نص معلقة صغيرة من الملح، ونشغل العجان كده لحد ما الدقيق يختلط مع الملح. لو ما عندناش العجان نعجن بايدينا، مفيش اي مشكلة. هنحط معلقتين كبار من السكر، ونشغل العجان على السرعة الهادية كل ده. هنضيف بيضة، طبعا بتكون بدرجة حرارة الغرفة، ونحط رشة من الفانيلا، وهنحط الخميرة طبعا عندنا خلاص جاهزة اهي. شايفين عملت الفوم ده، معناها انها اشتغلت. كل ده على السرعة الهادية. هنحط 1.5 كوباية من اللبن، الحليب يعني، ننزل بيه تدريجيا كده والعجان شغال. نعلي السرعة طبعا بتاعت العجان. وهنا هيحتاج شوية كمان من اللبن، يعني اخد مني 2 كوباية من اللبن، واستخدمت 200 جرام من الزبدة. طبعا بحطها طرية بدرجة حرارة الغرفة، اللي هي الستيك الزبدة دي بتبقى جاهزة. ونشغل العجان لحد ما الزبدة تختلط تماما. بعد ما الزبدة اختلطت تماما مع العجين، بنعجنها كده شوية بس بإيدينا، نلمها كده يدوبك. شايفين العجينة طرية ازاي. ممكن تاخد معاكم 1.5 كوباية ل2 كوبايتين. ما تنزلوش باللبن مرة واحدة، حسب حاجة الدقيق، كل نوع دقيق بيختلف. شايفين انا بلمها كده بايديا، طرية جدا العجينة. ونغطيها ونسيبها تتخمر لمدة ساعة. هنشوف شكلها بعد ما اختمرت. شايفين العجينة طرية جدا ما شاء الله. هنبدأ بقى ايه، نشكلها التشكيل الحلو بتاعنا. اهم حاجة بنقطع من ورق الزبدة ده مربعات كده، عشان احنا عارفين انها بتلزق. وهنبدأ نعمل كور كده حلوة على قد الحجم اللي احنا عاوزينه. شايفين كور حلوة ازاي. هو ده الشكل والحجم اللي انا عاوزاه. هحط كل واحدة بقى على مربع من مربعات ورق الزبدة اللي احنا قصينه ده، بالشكل ده كده. هنقطع كل كمية بنفس الشكل، كور حلوة كده كيوت. الدونات بالشكل ده بيبقى حلو جدا. تاخد كده كل واحد بياخد واحدة كده، بحطها في الصوص الحلو اللي احنا هنعمله، صوص الشوكولاتة الجميل ده. طعمه تحفة. ممكن كمان نخزنها في الفريزر ونطلعها يا دوبك كده تاخد تسخينة خفيفة كده في الميكرويف، تبقى تحفة. شايفين شكلها حلو ازاي. هنبدأ نقلي بقى في زيت غزير طبعا. ننزل بالمربع كده ونقلب، نشيل ورق الزبدة. هي سهلة مش بتلزق، مش بتنزل بصعوبة يعني زي الدوناتس العادية. والزيت طبعا يكون ايه، مش حامي أوي، يعني متوسط. هننزل بقى بكل كمية كده. خلي بالنا طبعا نسيب فراغات عشان
نقدر نقلب ويبقى لونها حلو كده تحفة ذهبي كده، عشان لو ملينا الطاسة على الآخر مش هيطلع اللون اللي احنا عاوزينه. شايفين بتنزل معانا بسهولة ازاي بورق الزبدة؟ شايفين شكلها خفيف ازاي؟ زي طبعا ايه البقلاوة كده، بس طعمها طبعا مختلف. البقلاوة حاجة والدوناتس حاجة تانية. نقلب كده، نفضل نقلب نقلب بقى لحد ما ناخد اللون اللي احنا عاوزينه، ما نستعجلش عليه. انتوا بتحسوا بيها وهي بتقلبوها كده انها خفيفة جدا جدا جدا. شايفين بدأت تاخد اللون الحلو. طبعا ممكن ناكلها بالسكر بودرة كده، ورش عليها رشة فستق، ممكن مع صوص الشوكولاتة زي ما احنا هنعمل. نبدأ نطلعها طبعا على ورق مطبخ، مناديل مطبخ، صفيها كويس اهم حاجة. نحطها بقى ايه السكر بودرة كده على طول. ممكن نعمل لها العسل بتاعها، بس هي بالسكر بودرة بتطلع تحفة بصراحة. شايفين هي اصلا مقرمشة على الاخر. نقلبها كده تقليبة في السكر، رش عليها رشة حلوة كده عشان يبقى طعمها مسكر، لان انا مستخدمة في الصوص الشوكولاتة شوكولاتة دارك مبقاش فيها سكر. هنعمله دلوقتي مع بعض. نستخدم كريمة كوبايتين، كريمة حلويات طبعا، وكوباية من السكر، وكوباية من الكاكاو البودر، ونقلب. انا الكاكاو بتاعي مستخدماه دارك اللي هو الغامق عشان مفيهوش سكر. هنحط معاه 100 جرام من الشوكولاتة برضو دارك، ونقلب كده. الصوص ده تحفة تحفة تحفة. نفضل نقلب كده على نار هادية لحد ما يتقل معانا ويدينا القوام اللي احنا عاوزينه. خلاص الشوكولاتة كلها ساحت، وهو ده النتيجة. شايفين شكله حلو ازاي، والدوناتس تحفة ما شاء الله عليها. شكل جديد وطعم جميل جدا، هيعجبكم قوي. شايفين ما شاء الله الشكل تحفة بيتكلم عن نفسه. والدوناتس جميلة قوي وهشة جدا جدا جدا، هتعجبكم. واحنا هنقطعها دلوقتي قدام حضراتكم شوفوا شكلها. والصوص ده تحفة هيعجبكم جدا، لذيذ. ما تشتروش من بره، اعملوه في البيت. تختاروا الشوكولاتة اللي بتحبوها، طعمه حلو جدا جدا. طبعا لو بتحبوا السكر ممكن نستخدم شوكولاتة فاتحة عادي، انا استخدمت شوكولاتة غامقة. وجربوا كده الدوناتس بالطريقة دي، جددوا فيها. ممكن طبعا نستخدم شوكولاتة بيضة نحطها على الدوناتس، هتعجب الولاد. شايفين شكلها تحفة ازاي، من جوه هشة ازاي، تحفة تحفة تحفة. هنحطها بقى في صوص الشوكولاتة الروعة ده. شايفين ما شاء الله. وبالهنا والشفا، اشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.